السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالنا سمية أند زهير. معكم سمية. اليوم إن شاء الله تحت طلب ديال مجموعة ديال البنات اللي كنعرف في الانستغرام والفيسبوك سمية USA، بغيت نشارك معكم شنو كنديرو في الجردة، كيفاش كنزرعوها، شنو هما التحديات اللي كنلقاو خصوصا في ولاية اللي فيها الثلج بزاف واللي كيبقى فيها الصقيع حتى البداية ديال شهر 5. التحديات كما قلت على حسب الولاية. وهذا الفلوق هذا ان شاء الله غادي يكون الفلوق واحد، باقي غنشارك معكم جوج وثلاثه بمعنى ثلاثه المراحل. هذه المرحله الاولى ديال كيفاش كنوجدوا الارض وكيفاش كنوجدوا الشتلات. المرحله الثانيه ان شاء الله ملي غادي نبداو نزرعوا في الشتلات. والمرحله الثالثه ان شاء الله ملي غادي نوض الغرس وكيفاش نعتنيو به. كما كتشوفوا البنات، زهير وبابا بداو كيحرثوا في الارض، ولكن حنا قبل ما نبداو نوجدوا في الارض وجدنا الشتلات هما الاولين وخليناهم في المغطات باش يكبروا على خاطرهم. ما تبدا السيمانه الاولى والاسبوع الاول ديال شهر 5 ان شاء الله ديال ماي يكونوا واجدين ونزرعوهم. بالنسبه لاهم حاجه اللي استفدنا منها من العام اللي فات هو اننا درنا الغبار ديال الدجاج، لاننا حنا مربيين الدجاج، وكذلك الكومبوست او اعاده التدوير ديال الخضره وديال الوراق ديال الشجر. مع كنقيو الارض وكنجمعوا كاع الوراق كنخليو على طول العام كنخمروه باش هادشي غادي يغذي لنا الارض مزيان مزيان. وكما قلت لكم البنات، ملي كتبقاو تجربوا الحاجه المره الاولى والمره الثانيه كتبقاو تستافدوا من التجربه الخاصه ديالكم، وهنا فين كتعرفوا النوع ديال التربه اللي عندكم وكذلك على حسب المنطقه والولايه اللي نتوما فيها. كنتمنى ان هذا الفلوق يكون مفيد. بغينا نشارك معكم غير معلومات اللي حنا استفدناها من خلال التجربه ديالنا. ممكن نتوما اللي كتفرجوا فينا عندكم معلومات اخرى ما تبخلوش علينا، خليوها لنا في تعليق ان شاء الله، وكل شيء كيستافد. وتفرجوا في هذا الفيديو حتى الاخر. اورغانيك. اورغانيك. وزيد الوالد زيد نعاونوها شويه بها. دابا غتاخد الغبار ديال الدجاج وديال الخضره اللي كنا نخمروا ياك ديال الكوزينه وداكشي تخدموا. هو اللي غتمشي. شوفوا راه كاين البرد اليوم، الوالد راه مكبط. بلاتي تابعه. شنو دار دابا؟ هو دار الحواض وقادهم. شوفوا شنو غادي يدير. غادي يدير هذا الغبار هنايا نفس الطريقه. قال لي ياك بابا نفس الطريقه غادي ديرها في كل شيء. وهنايا زرعنا اللوبيا، هنا البطاطا. هنايا فين دار البصله راه قادها وزرعها، ما صورتهاش وغنصور لكم البطاطا نفس الطريقه. البطاطا والبصله علاش درناهم دابا؟ لانهم ماشي مشكل واخا الحال بارد، فهمتي، هما كينوضوا لتحت، ماشي اثر عليهم البروده. ولكن شي الاخر اللي حساس درناهم في الشتلات لها. هذه القزبر والمهلوس زرعتيهم. وهنايا البصله ياك. انا درنا البصله. هذا الفريز. هذا الفريز. هو ناض. والهيها. هنا درنا الفول ان شاء الله يا ربي. يا نديروا الملوخيه. شنو هذه؟ بطاطا حمراء شريتها زوار جايه من امازون. بسم الله. يا الله 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 يا رب. اللهم بارك يا رب. شوف اش كيدير. دابا ملي كيحط هذاك الغبار اللي درنا كيحاول يغطيه بها، لان هذا التراب هذا راه ما فيش كاع الحس ديال المنافع، لقينا فيه بحال الرمله ما كيعطيش بزاف. حتى اول عام غرسنا صراحه شحال من حاجه ضاعت لينا وشحال من حاجه ما خدات الوقت بزاف باش تنوض. بدينا حنا علمنا راسنا براسنا صراحه، عرفنا شنو نوع التربه اللي عندنا وفكرنا في هادشي ديال الغبار. وان شاء الله يصدق يا رب يا ربي. دابا زهره هذه المرحله الاولى خصوصا في هذه الولايه ياك. انا غنسولك على حسب البنات شنو سولوني باش تجاوبني. دابا مازال البرد. دابا عاد اللي عندكم شي جرين هاوس ولا شي حاجه فين غديروا هادشي. جرين هاوس هو المغطات، ولا اللي عندكم الدار شي بلاصه الشجم فيها ضربه فيه الشمس غرسوا الشتات ديالهم لداخل. هانتوما البنات هذا هو الجرين هاوس. السيمانه الاولى شهر 5 عاد تيخرجوهم من. دابا حنا صايبنا هذا درناه هنايا ودرناه حتى في كاين الدجاج، لان كيكون البرد والثلج بروتيكتينا الدجاج بهذا البلاستيك هذا، ودرنا له الضوب البولات وشحال من حاجه. المهم هذاك موضوع اخر. كما قلت لكم هنايا في هذه الولايه باقي الحال بارد بزاف. دابا واخا شهر 4 باقي الحال بارد. شنو غنديروا؟ ولا زوير المرحله الاولى انهم ياخذوا هذا البروتين صويا. كتاخذوا بروتين صويا ياك باش نغرسوا فيها بعداش نغرسوا فيها الزريعه هي الاولى
باش تنوض زاد نغرسو غندخلوهم لداخل المغطات ونخليهم في المغطات حتى تكبر الزريعه على خاطرها. من هنا السيمانه الاولى ديال شهر 5 داك 7 ولا 8 9 كيخرج الساقع هنا، كيبقاش ديك الساعه الساقع، ما كتبقاش الحال بارد. ديك الساعات نخرجوهم من تما ونغرسوهم في الارض. الارض تكون سخنات. وملي غنغرسوهم عاوتاني غادي نغرسوهم بهذاك الغبار ديال الدجاج وديال الخضره اللي كنا كنجمعوا. وهنايا البنات ملي تبغيو تزرعوا ديما تحطوا السميه ديال الحاجه اللي غرستو باش ما تلفوش في الاخر. شنو غرسنا ارقام ولا تقدروا تاخذوا شي كتاب وديروا كل حاجه على رقم وترجعوا دائما لهذاك الكتاب باش تعقلوا باش ما تلفوش. صراحه حنا الشتلات سالينا ما يطلب الزوير، قلت له زيدني شي حاجه باش نوريكم الطريقه كيفاش كيزرعوهم. كتباع في وولمارت، كتباع في اي بلاصه. وولمارت كاين حتى في هوم ديبو ياك، هوم ديبو كاين سميتو امازون كاع ولا اونلاين. فهمتي اللي ما بغاش تخرج تدخل غير اونلاين وتشري اللي بغيتي. شنو هي هذه مطيشه؟ هذه مطيشه العنقوديه اللي دايره بحال شيري توميرو صغيره. لا 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 ان شاء الله. اي التليفون كان غيطيح بالفرحه. شوفوا المهم هنايا غنقادو هكا وغنديرو حبه هنايا وحبه هنا وحبه هنا باش فهمتي باش تستغلوا المساحه الممكنه كامله. هذه بحال هذه الطاسه دابا هذه عامره، غندير حتى هي حبه هنا. هذه ما حفرتلاش لحقاش مازال نقدر نزيد فوق منها الرمله، مازال عندي اتساع. وحبه هنا وحبه هنا ثاني سيم ثينغ. دير هكا كنديرهم مفرقين باش كيكبروا مفرقين، فهمتي؟ باش كتجيك ساهله باش كتبغي تحطهم في الارض تغرسهم في الارض كيجيك ساهله كيجيو تفرقهم على 3 ثلاثه الشجيرات كل وحده بوحدهم. شجره دابا على حساب اللي بغى يدير الزريعه ملي يكون بنادم ينقي في الخضر ياخذ هذه الزريعه يجمعها ويبسها في الشميشه صافي. الزريعه ديالك ولكن هي زعما اللي مسالي اللي عنده الوقت الا عقلتي اصلا الا حبه هي طلعت له شي زريعات زايدين لحقاش اختارت الزريعه ما كتصدقش، فهمتي؟ بغيت النصائح مزيانه. المهم شوفوا حنا راه هادشي العام اللي فات صراحه زرعنا اول مره ما كناش عارفين باللي نحسب نوعيه التربه والمنطقه، فهمتي؟ حنا دابا تحولنا من المدينه جينا مدينه اخرى، هاد التراب هذا ما كناش عارفين حتى الشكل ديالو. وزرعناه ما درناش هاد المغطات ما كانش عندنا. علاش في الاخر دابا تعلمنا باش حنا نفيدكم معنا ان شاء الله. ديما نقول الدعاء قبل ما تبداو تزرعوا، توكلوا على سيدي ربي وتكونوا واجدين ان الحاجه تصدق ليكم ولا ما تصدقش. نتوما ما شاء الله انها تصدق ليكم وديروا محاوله خلاهم. ولا دابا شنو غادي دير من بعد؟ دابا صافي نسوي الماء عليهم ولا لا؟ اوكي هاو دابا غنمشيو نسقيوهم. يا شويه ياك شويه. وشحال مره كتبقى تسقيهم الزوايا؟ هادو الا كانوا سميتو كاع تسقيهم حتى هاد المره كاع على ما يكبروا كاع على ما يكبروا. دابا يكبروا ديك الساعه يخرجوا لحقاش دابا حتى لا عطيتها الماء بزاف الا درتي الماء بزاف غتغمز الزريعه. غتخمج. هادشي اللي وقع شي بنات سولوني قال لك خمجت ليهم الزريعه ما عرفوش علاش. صافي راهم مغطين هنايا، الحال باقي ما سخونش بزاف. غندخلوهم هنا حتى خواتاتهم وخوتهم ونخليهم ان شاء الله يبدا في السيمانه الاولى ديال شهر 5 غادي نبداو نغرسوا. ديك الساعه نعاود ندير معكم فلوق اخر ديال الغريس وان شاء الله ملي عاوتاني غيكبروا غنعاود ندير معكم فلوق. وهذا هو الاخبار ديال الدجاج. بالنسبه للبنات اللي ما عندكمش الدجاج سيروا لاصحاب الفيرمات وطلبوهم، راه كاين بزاف تبارك الله حتى في هذه الولايه بزاف المغاربه والعرب اللي عندهم فيرمات. سيروا عندهم وطلبوهم راه يعطيوكم، ولا اي فارم واخا يعرفوا يبيعوا لكم ماشي مشكل. ولا كاين شي حاجه زوينه اللي غتنبت لكم. سولوا البنات على المبيدات. انا دابا المبيدات وشفتوا حتى البنات قال لك كياكل لهم الحشرات كياكلوا لهم الورق ديالهم. كاين المهم شنو اللي كاين اللي كياكل سميتو كاين دودة القز. دودة القز شنو كيديرها؟ كدير هذاك الفراشه الفراشه ديال الليل فرططو هو اللي كيجي بالليل كيجلس وكيحط البيض ديالو في النباتات وباش يخرجوا دودة القز. ودودة القز هي اللي كتاكل. هادو باش نحاربوا دودة القز اول حاجه الا بغيتي خصكم سميتو عندكم هذاك اللعيبه اللي كتقتل الحشرات ديال الضو ديرها في سميتو ديالك وتخليها شاعله بالليل باش تشد لكم داك فرططو ما يولش البيض. اول حاجه. ثاني حاجه جيتي لقيتي البيض ديال الحشرات فوق النبته استعمل الصابون واستعمل واحد شويه الزيت ديال النعناع وشويه الزيت ديال اليازير وخلطهم مع الماء وصوتهم. فهمتي؟ بيو كرشهم من التحت اكثر فين كاينين دابا سميتو. ولا كانت بلاصه قليله يمكن لك تغسلها غير بيديك. جيب مثلا الصابون وحكها بيديك حيد داك البلاصه اللي فيها البيض ولا فيها الحشرات. كاين واحد النوع ديال هنا في الاخر ديال شهر 7 والبدو ديال شهر 8 كيجي واحد النوع ديال الحشرات واحد اخر سميتهم هذوك دايرين بحال الخنفساء. هذوك الخنفساء كيهجموا هذوك فاش كيجيو في الوقيته ديالهم الا كانت شي حاجه بقات كياكلوها كامله.
هذوك باش تحاربهم هذوك كاين واش واحد داك اللي كنتي جبتي واحد الخنيشات وعلقتيهم فيهم؟ هذوك كاين واحد اللعيبه واحد اللعيبه كتباع فيها واحد الريحه كتجمع دايره بحال تراب كتسمى بحال الفخ فهمتي كدير فيها داك الريحه كيدخلوا باش يشموا داك الريحه كيطيحوا تما كما كيرجعوا يخرجوا. هذه هي الحاله هذه هي الطريقه الوحيده باش كتحارب داك الخنفساء كتسمى الخنفساء اليابانيه جابانيز بيتل. هذه كتجي في هذه الوقيته ديال الصيف هي الا كانت بقات شي ربيعه حيه راه هي كتاكل كلشي. والمبيدات ما كتستعملش انت كاع الدواء؟ لا مبيدات ما كنستعملوش. وحنا ما كنستعملوش نهائيا الدواء نهائيا. كلشي كنبغيوه يكون بيو لان كنا غادي نديروا الدواء ما كاين لاش كنضربوا التعماره ونغرسوا شي حاجه في الدار. حتى من كما عارفين دابا انا البلاصه فين عايشه تبارك الله شوفوا التواسع واللاند اللي هي كبيره فهمتي وكيكونوا دابا انا راه الواد راه فين عايشه على الواد راه ديز على القنطره. هنايا في الصيف كتدخل القضيه الناموس السبايدرز هكا هادشي كله حتى لا حيدناهم لا داويناهم كنداويهم بطريقه اللي هي بيو باش كنتخلصوا من اي حاجه وما تاثرش لنا حتى على الفلاحه ديالنا. هذه اللي قال لكم زهير هذه هي ديال داك الخنفساء الياباني اللي كيبانوا حتى لاخر شهر 7. جابانيز بيتل. شوفوا هادشي غنشاركو معاكم في المرحله الثالثه ان شاء الله ملي غادي حتى نغرسوا وينوض هادشي وملي غتجي هاي شفتها هي باقا من العام اللي فات ها هذه راه بحال المنشره كتضيع الغرس بحال شكل الجراده هذه ان شاء الله نشارك معكم في الفلوق ان شاء الله ملي يجي وقته الوقيته ملي كيجي الحشرات. هذه كتباع اونلاين الا بغيتو تشريوها اونلاين ولا كتباع في سميتو داك البلاصات ديال بحال هوم ديبو سميتو. المهم كالعاده الانستغرام ديالي ولا الفيسبوك سميه USA. الا عندكم شي سؤال مرحبا، الا ما جاوبتكمش في الوقت عرفوا يعذروني راكم عارفين مع الضغوطات الحياه مع الوليدات. يلا تهلاو في راسكم ان شاء الله غرسكم يستقلكم. السلام عليكم.